السلام عليكم اخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في القناه. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الشيار اولا مخمار، كل واحد كيتسميه، ديال الكوكوط. كيجي رائع، كيجي كيدوب في الفم وهشيش. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الشيار هذا. غندوز المقادير والطريقه ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاج في هذا الشيار زلافه ونص ديال الفرص، ومعلقه ديال العسل، وزلافه ديال الفينو. عندي هنا 2 معالق صغار ديال خميره الخبز الفوريه، وعندي هنايا 3 معالق كبار ديال الزيت نباتيه، ومعلقه كبيره ديال الزبده، وعندي هنا 2 معالق كبار ديال حليب غبره، والملح والماء دافي باش نجمع العجين. غندوز للطريقه ان شاء الله. غندير حليب غبره، ملحه دائما على حسب الذوق، و2 معالق صغار ديال الخميره فوريه، و3 معالق كبار ديال الزيت النباتيه، ومعلقه كبيره ديال الزبده. غادي نحرك هاد العناصر مزيان حتى كيندمجوا، كتدخل هذيك الزيت في الدقيق والزبده. من بعد كنجيب الماء دافي وكنجمع به العجين. ما نجروش العجينه من الاول، لان هكا العجينه ديال الشيار تيخصها تكون شويه جاريه، بين وبين بحال تقريبا بحال العجينه ديال السفنج، ماشي كاع هكاك ولكن قريبه للعجينه السفنج. انا كندلك وكنزيد في الماء كيف قلت لكم، ما كنديروش الماء من الاول دقه واحده. نتوما كتدلكو كتزيدوا الماء. انا هنايا غير ساليت صوير وانا نجلس للارض وجلست دلكتها مزيان لانها كتبغي تدلك. هانتوما كيف كتشوفوا هنا راه مدلوكه صافي. هنايا كنجيب كوكوط وكندهنها بالزيت النباتيه، وكنجيب العجينه ديالي. انتما كيف كتشوفوا باش تعرفوا العجينه راه مدلوكه، شكلت ليا هاد الفقاعات هادو. صافي كنحاول هكا ندهنها بالزيت، ومن بعد كنجيب الفيلم اليمونطيغ وكنغطيها، وكنجيب الغطايه ديال الكوكوط وكنغطي بها وكنزير عليها، كنخليها حتى كتختمر 1 ساعتين ديال المكانه. ومن بعد هنايا هذه هي العجينه ديالي من بعد ما اختمرت. هنا راه ضعف الحجم ديالها. كنجيب الزيت كندهن هكا فوق سطح العمل باش ما تلصقش، لان العجينه هكا شويه كتلصق. وكنحيدها من الكوكوط وصافي. كنحاول هكا نخرج منها الهواء، ومن بعد كنشكلها كويرات على الحجم اللي بغينا. انا هنا درتهم بين وبين، ما كبار ما صغار. صافي كنشكل وكنحط هكا حتى كنشكلهم كاملين. ومن بعد كنجيب بلاطو كندهنو بالزيت وكنبدا ندهنهم حتى هما باش ما يشكلوش لينا ديك القشره الفوقانيه. وصافي وكنحط هكا. خرجوا ليا هنايا 8 ديال الحبات. وصافي كنغطي فيلم المونطيغ وكنخليهم واحد 5 دقائق، ما نفوتوش 5 دقائق. صافي من بعد كنرد المقله باش تسخن. وهنايا بعد ما دازت 5 دقائق صافي. هنايا عندي دقيق الفينو، ممكن تستغناو عليه، ممكن تقرصوه غير بالزيت. انا وحدين قرصتهم بالزيت وحدين قرصتهم بالدقيق والزيت، انتما غتشوفوا.
وصافي دهنت هكا شويه بالزيت ودرت شويه ديال الدقيق، غير شويه. كيف قلت لكم ممكن تستغناو على الدقيق الا ما بغيتوهش يجي هكا حرش شي شويه. صافي هنايا في هذه الاثناء ردت المقله سخنات، ومن بعد كنجيب هذيك الخبيزه ديالي اللي كرست وكنحطها هكا على وجهها، وما كنخليهاش حتى كتنشف من الفوق بحال المسمن. كي كنحس بها نشفت شويه من التحت وكنقلب بهذه الطريقه هذه. هذا المخمار هذا اولا الشيار راه كيجي رائع، غير جربوه على ضمانتي، ما تشبعوش منه، كيذوب في الفم والله العظيم. صافي هانتوما كيف كتشوفوا كي تيجي هنا كنستمر بحال هكا، كنطيب حتى كنكملهم كاملين. كنبقى هكا تنقلب في المقله، هذه شي شويه تحمرات ليا ولكن ماشي مشكل. هنا ما بغيتش نقطع لكم باش تشوفوا بالضبط كيف كيطيب. كنبقى تنقلب فيه من هنا لهنا حتى كيطيب من جميع الجوانب، وفي نفس الوقت ما نيبسوهش في الطياب باش يجي نافتي. هانتوما كيف كتشوفوا راه كيجي رائع، كيجي اسفنجي من الداخل، وراه ما كيتنفخش، ماشي بحال البطبوط العادي، ولكن هذا راه كيجي بحال السفنج من الداخل، كيجي رائع. نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، وانا متاكده ان شاء الله الا جربتوه غادي يعجبكم. هانتوما كيف كتشوفوا راه كيجي رائع، كيذوب في الفم والله العظيم. نتمنى ان شاء الله هاد الشيار هذا اولا مخمارينه الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم كيف كنقول لكم دائما ما تبخلوش عليا باللايك وبالاشتراك في القناه اللي كيشوف القناه ديالي لاول مره، وتفعيل الجرس باش يوصلوا كل ما هو جديد. انا هنايا درتو قدمت شويه هكا ناشف وشويه هكا مدهون باش اللي بغى كل واحد كيف بغى ياكلو. نتمنى ان شاء الله يعجبكم، وشكرا لكم كاملين على التعاليق الجميله اللي كتحطوا ليا، لهلا خدتكم عليا. شكرا لكم كاملين بدون استثناء، ولا فيديو قادم ان شاء الله باذن الله.